الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين، بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لسلامة مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه، صلوا على محمد وآل محمد. لدرك حضوره وعنايته في مجلسنا
ولأن نكون إن شاء الله من خيار أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه الثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عدوهم. الله يرزقنا نورا وعلما وفهما وحكمة وتوفيقا لطاعته وطاعة وليه، ويجعلنا من العارفين بحقه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عدوهم. حفظا للمجلس سكروا موبايلاتكم، إن شاء الله نستفيد من فضائل معنوي في هذا المجلس. النقطة الثانية: إذا رأيتم ضعفا في كلامي ولغتي لخاطر أن لغتي الأمية الفارسية، وأعتذر منكم إن رأيتم ضعفا في كلامي. مقصودنا من هذا الاجتماع أن نذكر إمام زماننا بذكر أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع أئمتنا، بل الله في كتابه في حدود 400 آية. ومع الأسف الشديد قليلا يذكر صاحب الزمان على المنابر، وهذه من نقاط ضعف الشيعة في عصرنا هذا، بل في العصور المتقدمة. أول آية في سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب كتاب فيه تبيان كل شيء. الكتاب كتاب هو يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الكتاب كتاب فيه سورة الحمد. يقول مولانا الصادق سلام الله عليه: لو قرأتم 70 مرة هذه السورة على ميت وقام هذا الميت وصار حيا ما يكون عجبا. القرآن قرآن في هذا المستوى. هو يقول: ذلك الكتاب. ذلك اسم الإشارة للبعيد، يعني ليس كل شخص يقرأ القرآن يفهم معاني هذه الآيات. هذه الآيات بعيدة عن أفهام وعقول الناس إلا من يكون معتقدا بجميع آيات القرآن، ومن يعمل بهذا الكتاب بدقة في حياته العقائدية العملية الأخلاقية، وهم المتقين. فمن المتقين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
من المتقين الذين يستفيدون من هذا الكتاب العظيم ويستفيدون من هدايته ورحمته ويأخذون شفاء أجسادهم وأرواحهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وما الغيب؟ في روايتين مولانا الصادق سلام الله عليه في رواية يقول الغيب الإمام الغائب، وفي رواية يقول الغيب ظهور إمام زماننا، لأن ظهوره غائب عن أفكارنا وعقولنا. نحن ما نفهم معنى الظهور إلا أن نرى صاحب الزمان وهو خرج من مكة ويقول أيها الناس أنا بقية الله، أنا خليفة الله، أنا حجة الله، ويقرأ هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خيرية صاحب الزمان واستفادتك من إمام زمانك في عصر غيبته وفي عصر ظهوره له شرط أساسي، وهو الإيمان بهذا الإمام الغائب، الإيمان بشخصه وشخصيته. فهو جسمه غائب عن أنظارنا، ومقاماته وشخصيته أيضا غائبة عن عقولنا وأفكارنا، فهو مصداق الغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فعليك أن تؤمن بهذا الإمام الغائب، وأن تكون في مقام نصرته والدفاع عنه بجميع ما تملكه من عقلك ولسانك وعينك ومالك وأولادك ومقامك وشخصيتك. بكل قدراتك لابد أن تدافع عن إمام زمانك وتسعى لنشر ذكره بين شيعته، كما تقرأ في دعاء عصر الغيبة اللهم لا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه. كيف الشيعة نسى إمام زمانه يعيش غافلا عن مولاه، وهو إمام رحيم كريم. يقول علي بن موسى الرضا عليه السلام الإمام كالوالد الرحيم أرأف بكم من آبائكم. الإمام الوالد الشفيق الأنيس الرفيق كالأخ الشقيق وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. لماذا هذه الغفلة؟ لماذا نحن نذكر في مجالسنا كل شيء وكل شخص وندعو لكل شيء ولا ندعو لإمام زماننا إلا قليل؟ ما أنه يأمرنا في أحد من توقيعاته وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. يعني يا شيعة أهل البيت إذا تطلبون الفرج في حياتكم المادية الدنيوية، إذا تطلبون الفرج في حياتكم المعنوية الأخروية العلمية التربوية، فاذكروا إمام زمانكم كثيرا وادعوا كثيرا لتعجيل فرجه. اطلبوا ظهوره كل يوم وكل ساعة وبعد كل صلاة وفي كل قنوت وبعد كل زيارة وفي كل مشهد من مشاهد الأئمة. ادعوا لإمام زمانكم هو يدعو لكم، والدعاء مستجاب في حقكم.
لماذا هذه الغفلة؟ لماذا نحن الشيعة نعيش غافلا عن إمام زماننا ولا نذكره إلا قليلا؟ فما ذنب صاحب الزمان؟ أما تقرأ في دعاء العديلة إذا تصل إلى ذكر إمام زمانك ماذا تقرأ؟ بيمنه رزق الورى. المقصود من الورى مو بس بني آدم، يعني ما سوى الله، الملائكة، الجن، الإنس، الحيوانات، الطيور، كل الموجودات بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وببقائه بقية الدنيا. بل نحن كل يوم نجرح خاطره ونكسر قلبه بذنوبنا وعيوبنا وغفلاتنا ونسياننا مولانا. فعلى كل شيعي يريد أن يدخل في هذه الآية يصير مصداقا للمتقين ويستفيد من القرآن لشفاء جسمه، لشفاء روحه، لازدياد ماله، لوسعة رزقه، لجميع ما يطلب من الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأن المتقين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا يعني ماذا؟ مخرجا من الفتن، مخرجا من البلايا، مخرجا من الفقر، مخرجا من المشاكل، مخرجا من الأمراض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني غير ما تعمل الله يرزقك من طريق آخر بلا أن تحتسب وتفكر، يرزقك، ولكن شرطه التقوى. وما معنى التقوى؟ التقوى أن تعتقد بإمام زمانك باعتقاد صحيح جازم عن يقين، يعني تعرف أنه مولاك وهو حي وهو ناظر، هو عين الله الناظرة، هو أذن الله السامعة، هو قلب الله الواعية، هو كل يوم ينظر إليك، ينتظرك، كما يقول مولانا الصادق سلام الله عليه: انتظروا الفرج صباحا ومساء. مو بس يوم الجمعة، مو بس في أيام المنتصف من شعبان عند ميلاد مولانا صاحب الزمان، لا، كل يوم انتظروا الفرج صباحا ومساء. الصباح أول اليوم، المساء أول الليل، يعني ابدأ نهارك وليلك بذكر إمامك وانتظار مولاك. ترى خيرا، ترى فرجا في حياتك، تدخل في زمرة المتقين، تستفيد من القرآن. انتظروا الفرج صباحا ومساء. أنا أعتقد أن هذه الوصية من مولانا الصادق لعوام الناس، له كلام آخر للخواص في بحث الانتظار، وهو هذا الكلام يقول: توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك. هذا التعبير في أدبيات العرب يعني في جميع لحظات نهارك وفي جميع آناء ليلك. توقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، كل ساعة كل لحظة كن منتظرا. كما نقرأ في بعض الروايات أن صاحب الزمان يظهر كالشهاب الثاقب بلا مقدمات،
بلا أن تنتظر أمرا آخر. نعم، لظهوره علائم حتمية، ولكن هو يظهر بغتة مع جميع علائمه الحتمية.